انا اختفيت لمده 6 سنين، بس النهارده راجع اقول لك النتيجه كانت ايه. اول ما خلصت ثالثه ثانوي وما جبتش الكليه اللي كنت بحلم بيها، لقيت نفسي في مجتمع ما فيهوش حد بيشدك لفوق، كله بيقول لك خليها على الله وهي ماشيه وخلاص، ومحدش بيفكر ياخد خطوه لقدام، زي ما يكون كده فقدوا الشغف وعارفين انهم مهما عملوا مش هيلاقوا نتيجه، ونسيوا قوله تعالى وأن سعيه سوف يرى. اشتغلت في مطعم زي أي طالب جنب الكلية بتاعته علشان أجيب مصاريفي، ومن شغلي بدأت أستثمر في نفسي وأوفر لنفسي البيئة المناسبة للتطوير ودراسة مجال أنا ما كنتش أعرف عنه أي حاجة، وهو البرمجة. وبدأت أشتغل على نفسي كمان في الإنجليزي، كنت بذاكر يوميا لا يقل عن 6 ساعات، كل ده وأنا شايف هدف قدامي، أشتغل على نفسي، أحقق حلمي وأكون سند لأهلي، بعد كده أساعد المجتمع باللي أقدر عليه. ودلوقتي بعد 7 سنين أنا في السعودية شغال مبرمج في المجال اللي اتعلمته من الصفر بعد تعب وسهر وشغل من غير ما اشتكي، وكل ده كان بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل والدتي اللي ربتني ان اكون راجل، واني ما استناش حد يساعدني وما اخدش طاقه سلبيه من الناس اللي حواليا. لو انت شايف نفسك فيا ابدا من دلوقتي، سيبك من الظروف وسيبك من المجتمع والناس، وابدا اشتغل على نفسك، وافتكر ان كل ثانيه هتتعب فيها ربنا مش هيضيع تعبك. وفي النهايه لايك وفولو وتحول لمبرمج.